شركة كوجنيشن طلعوا علينا من شهر وقالوا لنا ان هم عملوا حاجة اسمها ديفن، وهو مهندس برمجيات متكامل بالذكاء الاصطناعي زي ما هم قالوا. ومن بعد ما الخبر ده انتشر حصل لغط شديد جدا 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 في المجال. مئات الالاف من البشر جريوا عشان يسجلوا في الجوجل فورم بتاعت شركة كوجنيشن عشان يقدروا ان هم يستخدموا ديفن لأول مرة، وعشرات الالاف بقوا قاعدين خايفين على وظيفتهم وخايفين على اكل عيشهم اللي ديفن هيجي ياخدوا منهم يا عيني. ده غير اساسا المبتدئين، في ناس كتير منهم سابوا المجال وبطلوا تعلم وتعقدوا في حياتهم بسبب الدعايه الفظيعه اللي اتعملت والكلام اللي كان عمال يتقال، وان خلاص ما بقاش في امل اصلا ان هم يوصلوا لحاجه بعد تعلم سنتين وارهاق كبير جدا. والانهى من كده بقى والانكت الناس اللي كانوا بيشمتوا فينا. انتوا بتشمتوا فينا يا جدعان، انتوا بتشمتوا فينا. يعني انت النهارده عشان بتحاول تبقى مبرمج وما عرفتش، عشان عايز تخش مجالنا وما قدرتش، جاي تشمت فينا وتكتب كومنتات وتروح تنصح في الناس وتقول لهم لا سيبكم من المجال ده وروحوا المجال تاني. طب تخيل بقى ان كل ده طلعت خدعه، وطلع الناس دي بيكذبوا علينا وبيأفوروا بشكل كبير جدا في الامكانيات بتاعه ديفن. كل ده عشان الناس اصلا مش فاهمه اي حاجه، وده اللي احنا جايين نتكلم عليه في الفيديو النهارده، وجايين ننهي تماما اللغط اللي بدأ من شهر فات، ونوريكم هل ديفن فعلا طلع دعايه ولا هو جامد قوي زي ما هم بيقولوا. يلا بينا نشوف مع بعض. السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا علي شاهين، سوفت وير تيم ليدر وتكنيكال كونسلتنت والمدير التنفيذي لشركه اي تي ليجند. في الفيديو اللي انا اتكلمت فيه عن ديفن واتكلمت عن كل الديمو والحاجات الهايله اللي هم عملوها واللي هيظهر قدامك دلوقتي في الفيديو وهسيبه لك في الديسكربشن عشان لو احتجت تشوف الحكايه من اولها. من البدايه انا كنت حاسس ان ديفن ده فيه افوره جامد قوي في الدعايه بتاعته، وكنت حاسس ان الامكانيات بتاعته اقل بكتير قوي من اللي احنا هنشوفه على الحقيقه. لكن اللي صدمني ان الموضوع بقى طلع اقل من اللي انا كنت متخيله. لكن لما شفت الفيديو اللي عمله اليوتيوبر الجميل صاحب قناه انترنت اوف باجز، الفيديو ده نبهني بشكل كبير جدا ان فعلا بجد الموضوع طلع دعايه فوق ما انا كنت متخيل بكتير. طبعا الراجل دخل في تفاصيل جامده جدا في فيديوهاتهم، والادهى كمان ان الراجل ده شغال اساسا في حاجات من اللي هم قالوها في الفيديو، فجربها بايديه وورانا حقيقه ديفن اللي اخفتها عننا شركة كوجنيشن. تعالوا نشوف الموضوع مع بعض واحدة واحدة ونشوف التفاصيل بتاعته. من اكتر الديموهات اللي خوفت الناس واللي انا شخصيا قلقت منها الفيديو بتاع اب وورك، ان ديفن يقدر يدخل على اب وورك ويقدر ياخد تاسك من اب وورك ويخلصها اند تو اند من الاول للنهايه ويسلمها ويكسب فلوس كمان حضرته، اللي هو خلاص احنا كده مش فاضل لنا حاجه اصلا يعني. وهو ده اللي المفروض بيعمله اي سوفت وير انجينير، ان هو بيعمل كوميونيكيشن وبيتواصل مع العميل، بالاضافه ان هو بيكتب كود. نقطه مهمه جدا غايبه عن كل الناس يا جماعه، احنا كشركات بندفع فلوس لمين؟ احنا مش بندفع فلوس للناس اللي بتكتب كود. كتابه الكود ده جزء بسيط ومرحله بسيطه من مراحل السوفت وير انجينيرنج. احنا بندي فلوس للناس اللي بتحل مشاكل، ونتيجه حلهم للمشكله بيكتبوا شويه كود يعبروا عن هذا الحل بتاع المشكله. بس ده كل الموضوع، ده القصه المختلطه على الناس. تعالوا نشوف بقى الموضوع واحده واحده. نمسك بقى السكرين شوت من الفيديو بتاعتهم اللي هم فتحوا فيها المشروع. المشروع بيقول ايه؟ واحد عنده ريبو، الريبو ده موجود عليه اي اي موديل معمول بالكمبيوتر فيجن. الاي اي موديل ده بيكتشف المشاكل اللي موجوده في الطريق. الراجل كان الطلب بتاعه واضح وصريح، ان اللي ياخد المشروع ده يكتب لي بالتفاصيل ايه الخطوات اللي انا ارفع بيها المشروع ده على اي دبليو اس، حاجه معينه كده في اي دبليو اس. طيب تعالى بقى نشوف ديفن عمل ايه او اللي اتقال له ايه. النتيجه النهائيه اللي وصل لها ديفن ان هو شغل الاي اي موديل ده على اللوكال عنده، مش رفعها على اي دبليو اس، ولا حتى حط لي الانستراكشنز ولا التفاصيل اللي انا اصلا ممكن اعملها عشان ارفع على اي دبليو اس. يعني من الاخر اللي الطلب ما اتعملش اساسا، يعني اللي الطلب في المشروع مش هو اللي اتعمل، فبالتالي يستحيل اصلا العميل يقبل المشروع ده، ويستحيل اصلا ديفن ياخد فلوس على المشروع اللي اتعمل له. يعني ديفن بمنتهى البساطه يا جماعه ما نفذش اللي الطلب منه اصلا. هو كسوفت وير انجينير ما نفذش الحاجه اللي اتطلبت، نفذ حاجه مختلفه تماما غير اللي العميل قال له عليها. يعني لا العميل هيستلم ولا العميل هيدفع، والسايكل كلها على بعضها غلط. احنا النهارده مش بنقيم ديفن خالص على انه بيعرف يكتب كود ولا الكلام ده كله. انا بقيمه زي ما هم قالوا، ان هم قالوا سوفت وير انجينير، فلو هو سوفت وير انجينير فهو عمل التاسك بتاعته غلط اصلا. ده اولا. ثانيا تعال بقى نخش نشوف التفاصيل نفسها بتاعه تنفيذ التاسك. انت شغلت الموضوع على اللوكال عندك، شغلته ازاي؟ خد الريبو ابتدى ينزله عنده. لما نمشي في الفيديو شويه هنلاقي ان هو ديفن لقى بعض الايرورز، والايرورز اللي لقاها في الريبو دي ابتدى ان هو يصلحها.
حلو. تعال نشوف الملف اللي ديفن لقى فيه الايرور. هنلاقي ان الملف ده لو دورنا عليه على الريبو بتاع جيت هاب مش هنلاقيه. راستر جهازك مش هتلاقيه. استخدم جهاز تاني غير جهازك برضه مش هتلاقيه. ليه؟ لان الفايل نفسه مش موجود اصلا على الريبو. الله، اما الفايل ده جه منين يا جدعان؟ الفايل ده بمنتهى البساطه اكيد اللي كتبه هو ديفن، لان الكود اللي مكتوب جواه كود مش طبيعي، يعني كود مكتوب بطريقه قديمه، وكود مش بني ادم اللي هيكتبه بالطريقه دي. صعب ان هو يتكتب بالطريقه دي، كود مش حلو، ولو هو قدام اي حد سوفت وير انجينير مش هيستلمه على الوضع ده اصلا تماما يعني. فبالتالي ديفن عمل لنفسه ملف، والملف ده هو اللي حط فيه اخطاء، وبالتالي ابتدى يصلح الاخطاء اللي موجوده في الملف. وطبيعي لو انا كتبت غلط طبيعي هقدر اصلحه، انما اللي مش طبيعي ان انا اكون فتحت ريبو مش بتاعي واصلح الخطا في وقت قياسي. ده مش طبيعي، وهما ما قالوش كده في الفيديو بتاعهم. اذا هما كتبوا برضه في النقطة دي. نمسك النقطة الثالثة، الوقت. ديفن خد وقت قد ايه عشان ينزل الريبو ده ويشغله عنده على اللوكال؟ ديفن خد تقريبا 6 ساعات، خد من الساعة 3 للساعة 9، والسكرين شوتس موجودة قدامك دلوقتي. يعني ديفن خد 6 ساعات بالظبط عشان يشغل الحاجه دي عنده. وهو الموضوع ما هوش سهل، لكن الراجل صاحب القناه بتاع انترنت اوف باجز بيقول لك انا شغلت الكود عندي في ما فيش نص ساعه او ساعه كنت شغلت الكود. وبيقول لك بقى الادهى كمان ان الريبو فعلا كان فيه خطا، بس الخطا ده ديفن ما شافوش اصلا. وده معناه ان ديفن ما عندوش القدره ان هو يشوف الاخطاء اللي في الريبو زي ما هم قالوا، ولا عنده القدره ان هو يشغل حاجه وهو ما يعرفهاش زي ما هم قالوا كده بالظبط. ده بالاضافه ان اصلا التعليمات اللي راحت له كانت غلط، والنتيجه النهائيه اصلا اللي وصل لها كانت غلط. فبالتالي الفيديو كله فيك، الفيديو كله غير حقيقي، ومش بيدي الانطباع اللي الناس وصلت له اصلا خالص من الفيديو. انا بقول لكم ايه بقى يا جماعه، ما تيجي بقى نبص على بقيه فيديوهاتهم اما نشوف دي باترن اصلا موجوده كتير عندهم وحاجه هم قاصدينها ولا لا. لقينا في حاجات تانية كتير. اذا دي ما كانتش مجرد معلومات اتقالت وهم مش مسؤولين عنها، لا دي طريقه اصلا متبعه في التسويق. بص بقى يا ريس، في الديمو اللي قدامك ده هم هنا قالوا ان ديفن يقدر يحل مشاكل السوفت وير انجينير العادي ما يقدرش يحلها. فهم دلوقتي هيدوا له الريبو ده فيه كومباتيتيف بروجرامينج، مساله لكومباتيتيف بروجرامينج، وبيوريك ازاي ديفن قدر ان هو يحلها ويفتح الريبو ويصحح الاخطاء اللي فيه وكل الكلام ده كله. ولكن البرومبت اللي اتكتب لديفن ما اتكتبلوش ان خش شوف ايه المشكله وحلها، لا البرومبت اللي اتكتب له توصيف واضح جدا 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 للمشكله، واتكتب له ازاي رن التست كيسز بتاعته بالتفاصيل. يعني هو ما عملش المشروع اند تو اند، ولا حل المشكله لوحده، ولا عمل اللي هم قالوه في الفيديو، عمل حاجه تانية خالص موجهه بشكل مباشر من الديفلوبر اللي كان قاعد اصلا بيستخدمه. ده معناه ان هو ما ينفعش يشتغل لوحده الا من خلال حد اصلا قاعد بيشغله. الديمو الثالث اللي هم عرضوه ان هم عندهم سيستم معمول بالبايثون، والسيستم ده الديفن المفروض ان هو هيدخل ويكتشف مشكله في الالجوريثم ويحلها. لكن اجين برضو البرومبت اللي اتكتب له ما اتكتبلوش ان انت ادخل وافهم لوحدك وحل لوحدك وخلص الموضوع لوحدك، لا اتكتب له توصيف مباشر واضح عشان يقدر ان هو يحل المشكله ويلاقيها فين ويعالجها. اتضح لنا من كل الديموز اللي فاتت ان ديفن ما هوش حاجه وحشه، هو حاجه كويسه، وهو شاطر جدا في حته ان هو يقدر ان هو يدخل ويشوف مشكله ويعيد الموضوع ده اكتر من مره. لكن هو ما يقدرش يعمل حاجه اند تو اند، ولا هو يقدر يفكر لوحده كسوفت وير انجينير، ولا هو عنده القدره ان هو يعمل كوميونيكيشن، ولا هو عنده القدره في بعض الاحيان كمان ان هو يشوف الخطا من غير ما انا اقول له هو المفروض يعمل ايه بالظبط. هم حاطين لنا الموقع بتاعهم، والموقع بتاعهم فيه جوجل فورم عشان نقدر نستخدمه. احد الناس اليوتيوبر اللي حاول ان هو يستخدمه وحاول ان هو يدخل على اليو ار ال بتاع ديفن، لا ان هو ما يقدرش يستخدمه تماما بالرغم ان هو دخل كل بياناته. يعني هم حاطين فورم يقروا بيها بيانات الناس وعاملين ماركتنج عالي جدا عشان يقدروا ان هم ياخدوا فند عالي وقلبوا الكوميونتي. ولسه في الحقيقه كلنا عندنا ريبه وعندنا تخوف ومش عارفين هو ديفن هيطلع باي امكانيات بالظبط، واللي باين في الفيديوهات دي ان هو اقل بكتير جدا من الدعايه بتاعته. مش بس كده يا سيدي، تعال نفكر مع بعض كده بالراحه. طب انتوا يا شركه كوجنيشن مش انتوا عملتوا اي سوفت وير انجينير؟ طب هو ليه احنا ما سالناش ديفن ان هو يعمل لكم موقع احسن من الموقع بتاعكم؟ طب ليه التسجيل ما يبقاش على الموقع بتاعكم مش على جوجل فورم؟ كل دي حاجات تشككنا في حقيقه ديفن وفي حقيقه امكانياته. فلازم شركه كوجنيشن تطلع وتوضح لنا كل الكلام ده كله. دلوقتي انت شفت بعينك وشفت بعينك المشاكل وشفت بعينك الحاجات اللي هم ضحكوا علينا فيها. نفهم بقى من
كده ايه بقى، ومن كل الكلام اللي احنا قلناه ده كله عاوزين نلخص بقى الكلام ده كله في نقط واضحه عشان نخرج فعلا مستفيدين استفاده حقيقيه من الفيديو ده. 4 حاجات هنستفيد منهم من الفكره اللي حصلت الفتره اللي فاتت دي كلها. اول حاجه ان خلي بالك من الدعايه، خلي بالك علم الماركتنج ده والله علم جميل جدا، ومفيش في كتب الماركتنج حاجه بتقول ان احنا ندعي حاجه مش موجوده. انت ممكن تظهر الفيتشرز بتاعتك بشكل كويس، انما تدعي حاجه مش موجوده ده تضليل، ودي حاجه مش كويسه. وخلي بالكم من الموضوع ده، مش بس في الاي اي ومش بس في ديفن، ده في حياتكم كلها. تاني نقطه، خليك تقيل، ما تبقاش خفيف كده. مش اي تول تطلع او اي حاجه تطلع تخليك ان انت تترعب وتسيب الحاجه اللي في ايديك وتدور على حاجه تانية. اتقل كده وشوف الحاجه على حقيقتها. الموضوع ما بيكونش بالبساطه اللي انت بتبقى شايفها قدامك دي. تالت حاجه، ان ديفن ما يفرقش كتير عن جوجل جيميناي وعن تشات جي بي تي. ده انا لو كنت خدت نفس الحاجه اللي موجوده في موقع اب وورك وحطيته اصلا على تشات جي بي تي كان طلع لي نتيجه احسن من اللي طلعها لي ديفن اصلا بكل الكلام ده كله. رابع حاجه، ارجع اتعلم برمجه من النهارده، ارجع من النهارده تاني تاسس كويس في المجال، لان انت لو متاسس كويس في المجال هتعرف تستخدم ادواته. ما تفكرش ان اي حد ماشي في الشارع هيعرف يستخدم الادوات اللي موجوده دي كلها ادوات مساعده مش اكتر، دي كلها ادوات تخليك انتاجيتك احسن، مش ان هي تستبدلك. وصعب جدا يستبدلك حته اي اي جاست بياخد منك بامر ويا دوبك بيفهم بس بعض الاجزاء فيه، لازم معاه سوفت وير انجينير بيفهم عشان خاطر يوجهه. النقطه الاخيره بقى انك تستنى الفيديو اللي جاي اللي انا هقول لك فيه بالتفاصيل ازاي تبقى سوفت وير انجينير كويس الفتره اللي جايه مع وجود الاي اي، الحاجات اللي انت تعملها عشان تظل محافظ على وظيفتك ومحافظ على مكانك في سوق العمل. اطمن، ما تقلقش من اي حاجه خالص، الموضوع كله تحت الكنترول ان شاء الله باذن الله، وكل دي ادوات هتوصلنا لمستوى اعلى بكتير الفتره اللي جايه. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك اعمل له لايك وشيره مع كل اصحابك عشان خاطر تنشر الوعي وتنشر المعرفه وتخلي الناس يطمنوا للحاجات اللي جايه دي كلها. واشوفك على خير ان شاء الله في فيديو جاي. سلام عليكم.